يلا وصفة بطاطس سهلة جدا ومن غير لحوم، تنفع للغدا أو للعشاء. هنجيب بطاطس ونقشرها ونغسلها ونقطعها مكعبات صغيرة بالشكل ده، وبعدين نشطفها شطفة بسيطة، وبعدين على الزيت على طول نحمرها، ولو عندك اير فراير هيكون أفضل. هنصفي البطاطس بتاعتنا ونطلعها على مناديل مطبخ، ونيجي للخطوة التانية. هنجيب 3 بيضات، نص كوباية حليب، 3 مثلثات جبنة بحرارة المطبخ، وبقدونس مفروم، وملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة وبابريكا. الوصفات السهلة والسريعة والاقتصادية بجيبها منين؟ بجيبها من تطبيق حلو قوي، سايبه لكم اللينك بتاعه في البايو. بيشتغل بدون انترنت، مجرد ما حملتيه على التليفون تفتحيه في اي وقت، مش هتحتاجي انترنت علشان تشوفي اي وصفة انت محتاجاها. والحلو فيه انه بيحدث نفسه بنفسه. زي ما عملنا الخليط كده، هنجيب البطاطس ونحطها في اي صينية عندنا عشان ندخلها الفرن، وهنحط كل الخليط اللي احنا عملناه على البطاطس، وهنحط شوية زيتون اخضر كده، وهنحط شوية جبنة موتزاريلا، وهندخلها الفرن في الرف الأوسط. بتاخد معانا ربع ساعة بالكتير، وبتبقى بالشكل الخطير ده. مفيدة جدا ومغذية ومبتاخدش وقت. اوعوا تنسوا تحملوا التطبيق.